لو شغلك الحالي مش جايب همه، فدول 5 وظايف الطلب عليهم هيبقى نار في 2026، ومش محتاجينك تدرس كتير من اول وجديد. دي مش لازم تبقى مبرمج او خبير، انت هنا بتستخدم ادوات الاي اي عشان تعمل اتمته للشغل فتوفر وقت وفلوس للشركات. ادوات زي ميك وزابير وان 8 ونوشن اي اي وغيرهم هتساعدك تعمل ده. اي شركه دلوقتي عايزه تبيع اونلاين، الاعلانات والسوشيال ميديا وتحليل نتائج الحملات، كل ده بقى محتاج حد دارس يعمله. ادوات زي اللي قدامك على الشاشه دي مفيش غنى عنها في المجال ده. في 2026 البياع الشاطر هو اللي بيعرف يسوق لنفسه ولشركته على انستجرام وتيك توك وغيرهم. لو حولت مهارة الإقناع عندك لفيديو هتعرف تقنع الشركات إنها توظفها. مهارة بسيطة في التصوير والمونتاج تقدر تبني عليها كتير في المجال ده. تنظيم الملفات والورق خلص من زمان، دلوقتي الشركات محتاجة اللي ينسق الشغل بين الموظفين اللي شغالين من البيت. برامج زي تريلا وأسانا هتساعدك تعمل ده أونلاين، مطلوبة جدا الأيام دي لشركات بره حتى، وبتعتمد على موظفين من هنا. دي عبارة عن تصميم منهج أو كورس مرة واحدة وبيعه 1000 مرة، فبدل ما المدرس يشرح بيصمم رحلة تعليمية باستخدام الفيديوهات والألعاب والاي اي. منصات زي يوديمي وكورسيرا بتدفع مبالغ ضخمة لمصممين الكورسات دي. شايف ايه أكتر وظيفة في دول جاي؟ ولو عندك غيرهم قول لنا في التعليقات.